حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله يا رب. فيديو جديد النهارده بقى وروتين جديد ان شاء الله يشجعكم كده تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. انا هنا كده كنت داخله على بقيه تنظيفات الشتاء. انا طبعا زي ما انتوا عارفين في الفيديوهات اللي فاتت كنت خلصت المطبخ وخلصت اوضه الاطفال، وكان فاضل لي بقى بقيه الشقه. فهنا كده اول حاجه بدات بيها الجزء اللي هو بتاع الانتريه، الحته اللي هي فوق. آه عندي هنا كده اول حاجة بدأت بيها ان انا ازعف. انا ببتدي دايما تنظيف من فوق لتحت، يعني من السقف للارض للشبابيك للكلام ده. هو ده التنظيف الصح. تمام كده. جبت عندي هنا الزعافة اول حاجة وابتديت ان انا انزل التراب. شايفين بينزل قد ايه؟ بعد كده بعد ما نزلت التراب كله من على الحتة بتاعت الستارة اللي هي البلتكانة دي، دخلت على الشباك بقى. ودي اسهل طريقة ان انتي تنزلي منها تنزلي بيها التراب من على الشبابيك. انا جايبه الفرشه الناعمه دي فحلوه قوي، بصوا. ويعني بتشيل التراب كده من الاماكن الضيقه، فالشعر بتاعها ده ناعم فحلوه، يعني انجزت معايا كتير. لو لقيتوها في مكان هاتوها، هي مش غاليه يعني، سعرها كانت تقريبا ب30 جنيه. خلاص كده. خرجت بقى اهو كل التراب من قدامي، من الناحيه اللي جوه، يعني من جوه الشباك. بعد كده فتحت بقى وقلت ايه، اطلع التراب على بره. انا عندي الشباك ده دايما عشان مقفول فبيتكوم عليه تراب وكده. بعدين دايما الحتة دي بيقف فيها الحمام بقى واليمام وكده، انتوا فاهمين. ف يعني عايزه اقول لكم بهدل الشباك. بس ففتحت بقى كده. بصوا احنا كنا بالليل خالص. يعني ده الوقت اللي انا بعرف اشتغل فيه دايما. لو زين مثلا نايم شوية او كده، هو ده الوقت اللي انا ايه، بسرق كده فيه شوية تنظيف. خلصت وخرجت التراب كله بقى. هنا بقى قلت ايه، كان في حتت لازقة كده، فقلت انضف بليفة المواعين وشوية صابون وخلاص. اديته مسحة كده، بصوا شايفين، كلور وصابون مواعين. وعايزة اقول لكم الشباك بقى زي الفل. انا اصلا بمجرد ما بغسل الشبابيك بحس الشقة كده يعني نورت. عايزاكي بقى بعد ما تشوفي الفيديو ده وتكملي كده للاخر ان شاء الله، تقومي تشوفي ايه اللي وراكي وتعمليه وتتشجعي كده مني. هنا يا بنات بقى بعد ما خلصت، جبت جردل المية كده وبدأت ان انا ارش على الشباك. وانتوا بصوا شايفين بينزل ايه منه. فطبعا كل ده التراب ده بينزل على الحيطة، فالحيطة هتتطين. فعشان كده انا اجلت مسح الحيطة والتصبين بتاعه كده للاخر، عشان عارفة ان الحركة دي هتحصل. كان نفسي اجيب خرطوم والله واغرق الدنيا كده وادلق مية، بس انا بخاف يعني عشان الجيران وكده ما نضايقش حد برضه. بعد ما خلصت بقى الشباك خلاص وبقى زي الفل، جبت بقى الموب الجميلة السريعة اللي بتلف في كل حتة دي، وجبت جردة مية نظيفة وحطيت فيها كلور وشوية برسيل جل، او حطي اوكسي بقى، او حطي اي منظف ليه ريحة كده انت بتحبيه. وانت شغالة كده وفي روايح حلوة حواليك هتتشجعي قوي وهتبقي يعني شغالة كده بنفس. بحط بقى الموب دي كده في المية، بصوا شايفين. يعني هي مش مرغية قوي، مش محتاجة ان هي تتشطف. انا عن نفسي مش بشطف الحيطة عندي. يعني الدهان عندي مهما احط صابون او اريال او الحاجات دي مش بحس ان هو مغير، لا الحمد لله. الناحية دي فيها ورق حائط، ما بيتأثرش ولا بيحصل له اي حاجة، ولا يعني لونه بيلطش او بيجير او كده. فانا دايما جربت كده مرة ان انا اعمل بالطريقة دي ومش بشطف، فلقيته تمام يعني حلو. عملت بقى الجنب ده كله، بصوا شايفين. كنت مخليه برضو الاباليك دي والنجفة اخر حاجة خالص، عشان برضو لو في تراب وانا بنفض او كده، هي فيها زي كريستالات كده، فقلت المعها في الاخر خالص وانا بفرش. هنا بقى كنزي كانت شبطانة، شايفين عايزة تعمل معايا. وهنا كان زين صحي، وبصوا عايزة اقول لكم قالب الدنيا ورايا يعني، وانا برضو شغالة. بس فادعولي بقى كده ايه، يعني ربنا يهديه شوية عشان اقدر اكمل تنظيفات الشتاء. بصوا هنا بقى كنت بوريكم ان الموب بتدخل في اضيق الاماكن بالطول بقى، بصوا بالعرض، وبتلف كده لوحدها في كل حتة. بعد ما خلصت بقى الحيطة كلها، هنا كان عندي الانتريه في بقع كده مكان ايديهم. ودي طريقة انا شفت حد كده بيعملها فقلت اجربها يعني. بيجيبوا زي غطا حلة كده ويلفوا الفوطة حواليه، والمية بقى فيها المنظف. بصوا هي الطريقة حلوة وانجزت يعني الغطا الحلة بياخد
مكان كتير، فاهمني؟ مكان كبير من التنظيف يعني، مش حتة حتة بقى زي ما تعملي بسفنجة او كده، لا، هي حلوة. بصوا شايفين الظهر في ثواني بينضف. انا ليه بعمل الانتريه كده؟ يعني دي تعتبر غسلة كده او تنظيفة على الناشف، عشان زي ما قلت لكم بيكون مثلا بياكل بطاطس ويجي يمسك في الايدين. ساعات برضو كون باكله زبادي الاقيه راح جاي كده، بصوا، يروح حاطط بقه على الكرسي كانه بيبوسه، خلاص كده شكرا عمل لي بقعه. فانا بحب اعمل الحركه دي، برضو بينضف بيبقى شكله حلو. كملت بقى انا تنظيف مع نفسي بالفرشه اللي هي السيليكون الطريه دي، وما تخافوش منها، مش بتقطع القماش ولا اي حاجه. كده كده انا الانتريه ده ان شاء الله هيتغير يعني، فمش يعني مش صعبان عليا قوي، فاهمني؟ هو خلاص كفايه عليه كده، وهو اصلا يعني جه غلط من اول جواز. خلاص يا بنات. آه هنا بقى كنت معلقه كنت حاطه المشابك بتاعه الستاير قبل ما ابدا، برضو كنت مجهزه كل حاجه. علقت اللي هي الخفيفه دي، وبعد كده جيت على التانيين اللي هم بيتعلقوا على الجنبين دول، و اهو خلاص شايفين. بصوا بقى الشغل ده كله انا عملته في يوم، عشان يعني مبقاش بضحك عليكم. وتاني يوم برضو كملت في نفس الوقت كده، كان بالليل برضو، يعني قلت اسيب الانتريه كده ينشف بقى براحته وايه، واكمل برضو شغل تاني يوم عشان كان زين يعني مش ساكت. طبعا هنا الارض بقى قبليها بيوم كانت كل ما اعمل جنب من الحيطه بينزل شويه ميه، فانا كنت بلم على طول فيعتبر اتمسحت. هنا بقى ده تاني يوم كده المسحه اللي هي الاخيره دي، علشان خلاص انا هحط السجاد، فلازم احط لازم امسح تحت الكراسي كلها. جبت بقى ميه هنا نضيفه وحطيت فيها بريكس، ويا جماعه ريحته تحفه، عايزاكم تجربوا. اللي لونه موف ده بريحه اللافندر، وفي واحد لونه ازرق برضو كده لونه حلو، ريحته حلوه قوي. بس خلوا بالكم عشان بيعمل رغوه جامده جدا يعني، بصوا حطوا نقطه كده صغيره قوي منه، بس هو بينضف وبيخلي السيراميك فله كده، بصوا بيلمع. عملت بقى تحت الكنبه هنا، وابتديت احرك الكراسي بقى هنا كمان، عشان يعني انضف تحتيها وكله كده يبقى تمام تمام. عايزاكم بقى يا بنات تشتركوا عندي في القناة، انا خلاص قربت اكمل 1000 مشترك. يعني ده دعمكم ليا، عايزاكم بس تشجعوني وتدعموني، وتحطوا لايك للفيديو تاني، وتكتبوا لي كومنت كده حلو عشان استمر في تنزيل الفيديوهات. لو انتوا مش عايزين خلاص، لو انتوا مش حابيني يعني خلاص ما تحطوش لايك. هنا بقى خلاص كانت الارض بدأت تنشف كده، وقلت خلاص انا هرجع بقى الكنب وكل حاجة مكانها. وعايزة اقول لكم كل خطوة بعملها كنت بلاقي ان النظافة بجد بدأت تبان على الشقة. كل ما اخلص حاجة الاقي خلاص هانت، خلاص قربت انا هفرش بقى وهنقعد كده ايه في نظافة. اول ما علقت الستاير وغسلت الشباك خلاص كده انا حسيت ان الدنيا تمام. بعد ما غسلت الانتريه كمان بدأت تبان اكتر والحيطة نتفت. فبصوا انا ما خليتش سنتي كده في الشقة إلا لما جبت عليه مية وكلور وصابون، وبصوا ما رحمتهاش. هنا بقى بعد ما كنت خلصت خلاص تحت كل الكنب والكراسي وكده، كنت مسحه البلكونه برضو، والاوضه اللي على الشمال اللي انتوا شايفينها دي اللي انا وريتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت، دي اللي انا ببدا بيها دايما. دي اوضه كنزي، عشان لما بخلصها بدخل فيها بقى الانتريه اسمه ايه، السجاد بقى اللي مبروم، واي حاجه بقى ايه، الستاير برضو والحاجات دي كلها بتاعت الفرش، فاهميني؟ بس هنا الارض كانت نشفت بقى، والسجاده هو انا كنت غسلاه في البيت، بس ما كنت صورته معاكم يعني. وخلاص كده ده تاني يوم زي ما قلت، كان الانتريه نشف. وجبت بقى اللي هي البياضات دي، يعني انا بحطها كده عشان تحلي شكله شويه، عشان هو خلاص كده لازم يتغير في اقرب وقت. بس انتوا لو عندكم بقى الانتريه بتاعكم تمام وكده وعايزين تحافظوا عليه، انتوا ممكن تجيبوها يعني حلوه. هنا بقى خلاص كان فاضل لي ان انا المع الترابيزه. وعايزه اقول لكم برضو في الايام اللي فاتت كنت شايله الازاز
ما تنسوش الخطوة دي مهمة. تحت الازاز كده على الخشب نفسه بيبقى فيه فتافيت اكل بقى او حاجة، فخلوا بالكم عشان بتعمل حاجات مش حلوة بقى. فكنت عاملاها برضو، كنت منضفاها بفرشة اسنان. انا دايما بهتم بالحاجات الضيقة والتفاصيل دي عشان اي بيت فيه اطفال انتوا عارفين، وانا كمان النمل كان مبهدلني الايام اللي فاتت. فبصوا اي فتفوتة اي تلزيقة كده بسيطة بتجيب حاجات مش حلوة. اخر خطوة بقى اللي كلنا بنحبها، وخلاص الحمد لله كده خلصت جزء كبير من الشقة وقربت اخلص. هنا كنت بعطر. آه ده معطر فريدة، اسمه بهجة، ريحة بهجة. شايفين يا بنات الدنيا راقت وبقت فلة ازاي؟ ارتحت نفسيا قوي بعد ما خلصت وفرشت. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الفيديو، شجعكم ولا لأ، وفتح نفسكم كده على الترويق ولا ايه؟ وبس كده، استنوا الفيديوهات اللي جاية نكمل مع بعض روتينات كتيرة. ويا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش يا حبايبي اللايك. ويلا اشوفكم على خير ومع الف سلامة.